تخيل إن في نفق سري تحت الهرم الأكبر محدش يعرف عنه حاجة. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. جيش الشمال بقوته اللي ما بتترحمش كان على بعد خطوة واحدة من إنه يحتل عاصمة الجنوب. كانوا بيدوروا على أي ثغرة، أي طريق مختصر يوصلهم لقلب المملكة. وفي ليلة ضلمة واحد من الجنود اكتشف مدخل غريب منحوت في الصخر تحت الهرم. القادة ما كانوش مصدقين نفسهم، ده كان الطريق اللي هيغير مجرى الحرب كلها. نفق سري بيوصلهم مباشرة لقلب العاصمة بعيد عن أي حراسة أو جيوش. بدأ جيش الشمال يدخل النفق واحد ورا التاني والحماس مالي قلوبهم. كانوا ماشيين في ممرات ضيقة والحيطان عليها نقوش غريبة ومخيفة. الهوا كان تقيل وريحة الموت كانت في كل مكان. فجأة البوابة اللي دخلوا منها اتقفلت وراهم بصوت مرعب. النور اختفى وما بقاش فيه غير صوت خطواتهم المرتكبة. ما كانوش يعرفوا انهم دخلوا متاهة خوف والسرية، الفخ الأخير اللي صممه المهندس العبقري إمحوتب. إمحوتب صمم المتاهة دي عشان تكون مقبرة لكل اللي يفكر يقرب من المملكة. الممرات بدأت تتغير والحيطان تتحرك وكل طريق بقى بيوصل لمكان أسوأ من اللي قبله.